في واحدة من الليالي الهادية المخيفة المشرحة استقبلت جثة بنت وشكلها طبيعي وملامحها عادية، وباين إنها لسه في العشرين من عمرها وماتت من فترة قريبة. بس المفاجأة لما الدكتور فتح جفون العين ولقى إن لونهم رمادي، ودي حاجة مش هتحصل إلا بعد ما الجثة تفضل ميتة لكذا يوم. طب إزاي ده حصل وهي شكلها لسه ميت، جسمها طري وسخن ومش متخشب، مفيش عليها أي أثر للتعفن أو الكدمات؟ والكارثة الحقيقية كانت في معصمها وكاحل الرجل، متكسرين تماما، مع إن الجلد سليم ومفيش عليه أي جرح أو خدش واحد. والأب والابن اللي شغالين مع بعض في التشريح بقالهم سنين وقفوا محتارين وعاملين ايرور قدامها. دي أغرب جثة شافوها في حياتهم، خصوصا لما عرفوا المفاجأة الأكبر وشافوا لسانها مقطوع. طب إيه اللي حصل للبنت دي ومين اللي عمل فيها كده وليه أصلا؟ تعال نرجع بالزمن شوية لنفس اليوم الصبح، وقت ما اتبلغ عن جريمة قتل غريبة في القرية. والبيت اللي حصل فيه الجريمة ده كان فيه 3 جثث موجودين في منظر دموي بشع. والشرطة قلبت المكان كله لكنهم ملقوش أي دليل على إن حد اقتحم البيت من بره. والأغرب لما لقوا الجثة الرابعة في قبو سر تحت الأرض للبنت اللي شفناها مع بعض من شوية. لا يعرفوا لها أصل من فصل ولا حتى إيه علاقتها بالضحايا التانيين. وكانت الشرطة عايزة توصل لحل اللغز ده بأي طريقة، فجابوا جثة البنت للطبيب الشرعي تومي وقالوا له معاك ليلة واحدة بس تعرف لنا فيها ايه اللي حصل، ازاي دي مشكلتك. وكان بيشتغل مع تومي في المشرحة ابن أوستن كمساعد طبيب شرعي، وأول حاجة عملها إنه كشف على العين. وهنا رجعنا لأول مشهد، العين الرمادية بباقي التفاصيل. بعدها أبوه بدأ يفتش في التفاصيل التانية وبيلاقي تحت ضوافرها وشعرها أثر لطين. طيب ايه الغريب في كده؟ ان النوع ده من التربة مش بيتواجد غير في المشاتل او المستنقعات، يعني حاجة مش منطقية ابدا انها تكون على جثة ماتت هنا في القرية. واول ما تومي عرف بموضوع اللسان بدأ يحكي عن جريمة قتل حصلت زمان من 15 سنة، لما واحدة من عصابات تجارة الأعضاء خطفوا بنتين وربطوهم وقطعوا لسانهم علشان ما يصرخوش يطلبوا المساعدة. فسألوا أوستن معقول تكون اتعرضت لنفس المصير؟ قال له بلاش نسبق الأحداث وتعالى نكمل شغل. وفجأة بتطلع دبانة من مناخير الجثة، والله زي ما بقولك كده. مش بيهتم تومي بالموضوع وفتح بقها أكتر، وبيلاقي إن عندها سنة مكسورة، كمان بيطلع خيط حرير من جوه. وكل ما كان بيكمل فحص كل ما الغموض بيزيد، وبدأ يقتنع إن البنت دي ما تمش الاعتداء عليها جنسيا، لكنها كانت متعذبة تعذيب وحشي، كأن الجاني كان عايزها تموت بأبشع طريقة ممكنة. لكن وبعد كل ده أوستن مش مقتنع برأي أبوه، وشايف إن الموضوع يا إما تجارة أعضاء يا اعتداء جنسي. فبيقرر تومي إنه يبدأ التشريح الداخلي علشان يقدر يحدد سبب وفاة البنت. وأول ما بيمسك المشرط واستعد إنه يفتح الجثة، فجأة الراديو اللي في المشرحة اشتغل لوحده وطلع صوت تشويش غريب، لا إله إلا الله. وكانوا الاتنين باصين لبعض ومش فاهمين في إيه، وبيجري أوستن بسرعة يقفل الراديو. أما تومي فقطع الجلد بالمشرط، ومع اللي عمله ده انفجر شلال دم كأن الجثة لسه متوفية حالا. دي حاجة مستحيل تحصل لجثة ميتة من وقت طويل، المفروض إن بعد كذا ساعة الدم بيتجلط، لكن هنا الوضع غير طبيعي بالمرة. وبيحاول تومي تاني يمسك أعصابه ويكمل شغل، وبيبدأ يقص ضلوع القفص الصدري، وبيلاقي إن الرئة سودة تماما. وبيقول إن ده استحالة يكون من التلوث أو حتى التدخين، سببه الوحيد إنها تموت محروقة. فسأله أوستن طب إزاي وجلدها ناعم وسليم ومفيش عليه أي أثر لحروق من بره؟ مش بيرد تومي وبص على القلب ولقى إنه مطعون أكتر من 10 طعنات. الرئة كمان كان عليها جروح من أداة حادة. ومن كل ده تومي خلاص بقى شبه مقتنع إن البنت دي تعرضت لتعذيب على فترات طويلة، سواء وهي عايشة أو بعد ما ماتت. واللي حصل معاها ده مش مجرد قتل بهدف التخلص من شخص، في مليون طريقة أسهل من كده وتوصل لنفس الهدف، إلا إذا كان الجاني قاصد يخليها تعاني لآخر ثانية من حياتها. وكان مع كلام تومي الكهرباء عمالة ترعش وتروح وتيجي، وطلع صوت حركة غريب من بره الممر. فراح قسم بسرعة عشان يشوف في إيه، وبياخد باله من المراية اللي في الزاوية وشاف فيها شخص واقف في الممر، لكنه لما بيجري لهناك ما كانش فيه حد. فأقنع نفسه إنها مجرد هلاوس من عقله بسبب اللي بيحصل معاه من بداية اليوم. وفي نفس اللحظة جوه عند تومي كان بيشتغل في القفص الصدري واتجرح من عظمة فيه، واضطر إنه يسيب الجثة ويروح يغسل إيده.
أما أوستن فكان لسه ماشي ورا الصوت لحد ما وصل للمخزن وسمع الصوت جاي من فتحة التكييف، وبيطلع إن القط بتاعهم وكان بينزف وشكله اتصاب من حاجة وبيموت. فبيقرر تومي يرحمه من عذابه وينهي حياته، وبيدخله المحرقة وطلب من أوستن يسيبه لوحده شوية، لأن القط ده كان آخر حاجة من ريحة أم أوستن الله يرحمها. بعدها بيرجع عشان لازم يخلص شغله زي ما اتفق مع الشرطة النهاردة، وبدأ المرحلة التالتة من التشريح، واشتغل المرة دي على المعدة والجهاز الهضمي. وزي ما كان متوقع لقى حاجة شبه الزهرة في المعدة، فبسرعة جري فتح كتاب وبدأ يقلب فيه لحد ما لقى صفحة بتحكي عن الزهرة دي واللي اسمها جيمسون ويد. والمعروف عن النبتة زمان إنها كانت بتستخدم في عمليات التخدير. والأغرب من اللي فات لما طلع من المعدة قطعة قماش قديمة وكان جواها سنة البنت الناقصة، والقماشة نفسها كان مرسوم عليها رموز وكلام روماني قديم مش مفهوم. وهنا بيسأل أخونا أوستن سؤال وجودي مالوش إجابة، هو مش المفروض المعدة تهضم الكلام ده عادي؟ أخيرا بدأ يقتنع ابن العبيطة إن الموضوع أكبر من اعتداء جنسي أو جريمة قتل، وبيبدأ الاتنين يربطوا الأحداث ببعض. البنت في الأول اتربطت وبعدين اتكسرت مفاصلها واتقطع لسانها وبيتخلع سنتها وأجبروها تبلعها مع حتة قماش قديمة عليها رموز غامضة، ده غير طبعا أعضائها الداخلية المتدمرة بالكامل. كل ده يقول إن البنت دي كانت جزء من طقوس قديمة واتقدمت كقربان بشري. وهم لسه بيحاولوا يستوعبوا الصدمة، الراديو اشتغل تاني لوحده، والمذيع كان بيعلن عن عاصفة رعدية عنيفة في الليلة دي تحديدا. ووستن كان خلاص مات في جلده وعايز يهرب من هنا، لكن أبوه كان مصمم يكمل للنهاية حتى لو حياته التمن. المهم إنه يفهم اللغز في الآخر، وبدأ يفحص الجلد واللي لقاه خلاه يتجمد في مكانه. تحت الجلد كان مرسوم نفس الرموز اللي كانت على قطعة القماش، وما ينفعش يكون وشم لأنه موجود على الجلد من جوه. وفي نفس الثانية بدأ باب تلاجة الموتى يفتح بمنتهى البطء لوحده، وقبل ما يفهموا ايه بيحصل اللمبات انفجرت فجأة والمشرحة كلها غرقت في الضلمة. فبسرعة أوستن شغل كشاف الموبايل وبص حواليه، وقلبه اتجمد لما شاف أبوه واقف مكانه وكأنه مش في وعيه. وبيبص يشوفه متنح في ايه، لقى ان كل الجثث اختفت من تلاجات المشرحة، وما كانش معاه وقت كتير يفكر، لازم يهرب من المكان. فأخد أبوه وراحوا ناحية الأسانسير، لكنه بيطلع إنه مش هيشتغل بسبب الماس الكهربي من شوية. والكارثة إن باب مخرج الطوارئ فيه شجرة ضخمة وقعت عليه وسدته تماما، والموبايل مش عايز يلقط شبكة بسبب العاصفة. فقال له تومي تعالى نحاول من التليفون الأرضي اللي في المكتب. ودخلوا المكتب وقفلوا على نفسهم، وأخيرا قدروا يتصلوا بالشرطة، لكن الإشارة كانت ضعيفة جدا والصوت بيقطع. ثواني وسمع أوستن صوت جرس بيتحرك في الممر. طيب وده معناه إيه؟ أقول لك أنا، زمان في العصور القديمة كان الطب مش دقيق بالمرة، فكانوا بيربطوا أجراس في رجل الجثة علشان لو الشخص طلع لسه حي يقدروا يسمعوا الجرس وهو بيتحرك. ولأن تومي كان راجل دقة قديمة فكان لسه محتفظ بنفس العادة. المهم إن الصوت كان عمال بيزيد ويقرب أكتر وأكتر، فنزل أوستن بص من تحت الباب. بعدها وفجأة الباب اتخبط جامد من بره، والشيء ده كان بيحاول يدخل. فبسرعة حركوا خزنة وقفلوا بيها الباب، وبعد لحظات كل حاجة رجعت تاني للهدوء. ومن اللي حصل جرح تومي كان اتفتح تاني ورجع ينزف، فراح يغسل ايده، ووقتها حس بحركة غريبة عند الستارة. أوستن لسه بياخد نفسه لقى أبوه اتسحب جوه الأوضة فجأة واتقفل عليه الباب. فبسرعة راح يكسر الباب وفتحه ولقى أبوه مرمي على الأرض وعليه علامات ضرب، وبيرفع قميصه وشاف على بطنه بصمات إيد واضحة. الأكيد إنها مش لبني آدم، خصوصا لما قال تومي إنه شاف نفس العيون الرمادية معاه في الأوضة. وبيقرروا الاتنين يرجعوا للمشرحة ويحرقوا الجثة في المحرقة، لأن اللي بيحصل ده مش طبيعي بأي شكل من الأشكال. وأول ما وصلوا هناك لاحظ تومي إن كل الحاجات اللي خرجت من جسم الجثة اتحللت وبقت فاسدة، وكأن الجسم هو اللي كان محافظ عليهم طول الوقت ده. بعدين الباب الرئيسي للمكان اتقفل لوحده بالقفل من بره، واتوتر أوستن جدا وجري بسرعة جاب فاس وبدأ يكسر في الباب، وقرب يبص من الفتحة اللي عملها. يا دي الليلة اللي مش هتعدي، هي دي مش الجثة اللي كنا شغالين عليها النهاردة الصبح؟ ما أنا قلت لك نمشي من بدري. المهم إن أوستن وبدون تفكير راح يجيب جيركن بنزين وبدأ يصب على الجثة،
وبيولع فيها تومي بالنار. لكن اللي حصل بعد كده إن النار مسكت في السقف وبدأت تنتشر بسرعة في المكان، فجري تومي وجاب طفاية الحريق وقدر يطفي النار، لكنه اتصدم صدمة عمره. الجثة مفيش منها شعرة واحدة اتحرقت، وكأن النار ما لمستهاش أصلا. وفي اللحظة دي الباب اتفتح لهم تاني لوحده، فعلى طول راحوا على الأسانسير، لكنه بيكون طلع والباب قفل، وبيرجع صوت الجرس يدق تاني. ومع الإضاءة اللي بتروح وتيجي ظهر لهم ظل كائن في الممر وكان في الطريق ليهم، فبدون تردد تومي ضربه بالفاس قتله. لكن لما أوستن خرج يبص اتجمد في مكانه من الصدمة. اللي وقع على الأرض كانت إيما حبيبته، وقعد أوستن يعيط وانهار بسببها. لكن أبوه بيسحبه بسرعة جوه الأسانسير قبل ما أي حاجة تانية تحصل. على الأقل دلوقتي هم بعيد عن الخطر اللي كان بيطاردهم. وهنا بيضرب سؤال مهم عقل أوستن: ليه الجثة مش بتقتلهم على طول؟ ليه كل الرعب واللف والدوران ده؟ أكيد لسه وراها سر عايزة مننا نكشفه. وبيقرروا إنهم ياخدوا أغبى قرار في حياتهم، ورجعوا تاني للمشرحة. والمرة دي بدأوا تشريح الدماغ وأخدوا نسيج من المخ تحت الميكروسكوب، وبيطلع إن الخلايا العصبية لسه حية. علشان كده ما كانوش قادرين يحددوا سبب الوفاة لحد دلوقتي. البنت أصلا لسه حية. وفي اللحظة دي أوستن لعب في القماش الغريب، وبالصدفة لاحظ إن الحروف اللي عليه بتكون جملة، ولما قرأهم مع بعض طلعت رقم فصل في العهد القديم. وراح تومي يدور على الكتاب، وبيعرف أوستن من باقي الكلام إن القماشة دي راجعة لسنة 1693. والفصل ده من الكتاب كان بيوثق الحملات اللي حصلت لمطاردة الصحراء في نيو إنجلاند. لكن تومي كان عنده شوية معلومات عن الفترة دي، وعارف إن وقتها كانوا بيتهموا البنات الصغيرين في السن ظلم على إنهم سحرة ويقتلوهم. وممكن الجثة دي من كل اللي حصل معاها من تعذيب ومرت بيه قبل ما تموت خلاها تتحول فعلا للشيء اللي هم بيحاربوه. عشان كده جسمها لا بيتحلل ولا بيتحرق، وكل اللي شارك في تعذيبها مات بطريقة بشعة. وهنا استوعب تومي الحقيقة المرعبة لما بص على جروحه. هي ما كانتش عايزة تقتلهم أصلا، هي عايزاهم يحسوا بنفس العذاب اللي شافته. مصيرهم كان محتوم من أول لحظة وقفوا فيها في طريقها، ومهما حاولوا مش هيقدروا يهربوا من العقاب. ومع كلام تومي كانت بتحاول الجثث تدخل المشرحة، وحاول أوستن إن يمنعهم لكن عددهم كان كبير. وبيقرر تومي يعمل آخر محاولة يائسة، وقرب من الجثة وبدأ يهمس في ودانها، وكان بيتوسل منها وطلب إنها ترحم ابنه وتنتقم منه هو بس. ومرة واحدة صراخه بيملى المكان، وكل العذاب اللي شافته الساحرة بيتنقل للأب بالكامل. وفي نفس الوقت جسم الساحرة بدأ يلتئم، ووشها بقى طبيعي وعيونها بتلمع بالحياة لأول مرة من قرون. وتومي كان مش هيقدر يتحمل أكتر من كده، فطلب من ابنه يخلصه من عذابه. وبمنتهى الحزن بينفذ أوستن طلب أبوه. وبمجرد ما الأب مات النور رجع والأوضاع بقت طبيعية من جديد. وسمع أوستن صوت الشرطة بره بتنادي عليه، وبيجري يفتح الباب، لكنه اكتشف إن الخشب مش عايز يتحرك. وبدأ صوت الشرطي يتحول ويتغير لنفس الصوت اللي بيطلع من الراديو. واتجمد أوستن مكانه وفهم إنه وقع في الفخ. وبكده تضحية أبوه راحت في الفاضي. الصبح بقى الشرطة كانت وصلت للمكان، ولقوا إن الأب والابن ميتين في نفس الظروف الغامضة اللي حصلت قبل كده. لا في أثر لحد اقتحم المكان ولا أي دليل على اللي حصل جوه. حتى الجثة كانت على نفس الحالة اللي استلموها فيها، وكأن ما لمستهاش إيد بني آدم خالص. فقرر الشرطي ينقل الجثة لمكان تاني يمكن يقدروا يفهموا السر وراها. لكن وهو في العربية حصلت حاجة تخليه يندم على القرار ده. السؤال الحقيقي هنا بقى بيطرح نفسه: هل لعنة الجثة دي كانت مجرد انتقام من اللي أذوها، ولا هي بتدور على حد معين، حد مثلا يفهم آلامها ويساعدها تتخلص من اللعنة؟ تفتكر لو الأب والابن كانوا حاولوا يتواصلوا مع الجثة في البداية بدل ما يبدأوا فيها التشريح، مصيرهم كان ممكن يختلف؟ وبس كده يا سيدي، ده كان فيلمنا النهارده. فكر بقى في اللي حصل وقول لنا عن رأيك، وانت بتدحرج المسا كده يا عم. يلا سلام.